يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد. حطي لايك للفيديو واشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك اشعار اول ما انزل فيديو جديد. ويلا بينا نبدا. انا النهارده هعمل لكم صينيه مكرونه بالبشاميل بشاورمه اللحمه. كل مره انا بعملها بالفراخ، فقلت يعني اجربها مره باللحمه. انا كل اللي عملته ان انا اول حاجه طبعا انتي بتحطي المكرونه تتسلق على النار وما بتتسلقش سلقه كامله. يعني قبل ما تبتدي خلاص تدخل في السوا بتطفي عليها وبتصفيها من غير ما تتشطف. انا هنا جبت لحمه شرايح، قطعتها كده شرايح طويله وحطيت عليها ملح وفلفل وخل وسبتها في التلاجة حوالي ساعة. بعدين قطعت طماطم وبصل كده جوليان وفلفل حامي، لو عندك فلفل الوان ممكن تحطيه. بعد كده جبت في طاسه على النار، حطيت فيها نقطه زيت وحطيت فيها اللحمه، يا دوب اتشوحت كده ولونها اتغير ونزلت ميتها. بعد كده رحت حاطه عليها الطماطم والفلفل والبصل، وبعد كده حطيت نص كوبايه ميه وسبتهم ووطيت عليها وغطيتها وسبتها خالص لحد ما اللحمه تستوي. بس طبعا كنت كل شويه بقلبها. تعالوا بقى نعمل البشاميل. البشاميل بقى في حله على النار هنحط فيها معلقه كبيره زبده، ممكن سمنه عادي برضو بس هي بالزبده بتبقى احلى. هدوب كده السمنة كويس، واول ما السمنة تسيح هنزل عليها بالدقيق. كده السمنة اهو ساحت، هنزل بقى عليها بالدقيق. وفي اللحظة دي لازم تستعملي مضرب، لان المضرب هو اللي هيقلب الدقيق كويس. لو قلبتي بمعلقة هتلاقيه كلكع ومش هينفع والبشاميل هيبوظ، فلازم مضرب. هنزل كده بالدقيق وهبتدي اقلب فيه. انا تقريبا حطيت نص كوباية او كوباية الا ربع دقيق، وهو ده القوام اللي هو عطاهولي. يعني هو ده القوام اللي هو خلاص كده. هنزل بقى باللبن واول ما انزل باللبن، اول حاجه لازم النار تبقى واطيه جدا. تاني حاجه لازم يعني طول ما انتي بتنزلي باللبن لازم ايدك تبقى شغاله تقليب، ما ينفعش ابدا توقفي. اللحظه اللي هتوقفي فيها تقليب البشاميل اللي هيكلكع، زي ما انتوا شايفين ان هو كده كان بيكلكع اهو وهيبوظ. فطول ما انتي بتنزلي باللبن تفضلي تقلبي، لان السمنه والدقيق بيبقوا سخنين واللبن بيبقى ساقع، فلما بتحطيه عليه بيكلكع. فانت لازم تفضلي تقلبي جامد قوي طول ما انت بتنزلي في اللبن. وهنا بقى حطيت ملح وفلفل، ممكن تحطيهم الاول على اللبن وتدوبيهم فيه، بعد كده تنزليهم على الدقيق. وممكن تحطيهم كده برضو عادي، مفيش مشكله عادي يعني. هقلبهم كده كويس في بعض. كل ده النار واطيه، يعني لازم النار تبقى واطيه. لو عليتي النار البشاميل هيكلكع وهيلزق في الحله وهيبوظ. هقلبهم كده كويس. بعدين هحط مكرونه مكرونه ايه، هحط جبنه تركي مبشوره. كنت هقولكم مكرونه مبشوره، مش عارفه اللي هو ازاي بس ماشي يعني. بعدين هقلبهم كده كويس لحد بس ما الجبنه تسيح، وبعدين هطفي عليه. الجبنه التركي بتدي البشاميل طعم تحفه جدا. وممكن كمان لو عندك جبنه موتزاريلا تحطيها برضو، بس هي الجبنه التركي بتدي يعني بتخلي البشاميل يمط كده وبتديله طعم كمان. هقلبهم كده كويس لحد ما الاقي الجبنه اختفت خالص وساحت، وبعد كده هطفي عليها. بصوا هو ده كده شكل البشاميل بعد ما جهزناه. بصوا بيمط ازاي من الجبنه، وطعمه تحفه، بيبقى تحفه جدا. هجيب بقى صينيه هدهنها برضو زبدة علشان المكرونة ما تلزقش. في ناس بتدهن بشاميل وناس بتدهن زبدة عادي. انا كل مرة بدهن الصينية زبدة ما بتلزقش يعني. بعدين انا كنت عاملة نص كيلو مكرونة. خدت الاول طبق بشاميل كده عشان الوش، وبعدين حطيت بقية يعني حطيت المكرونة على بقية البشاميل اللي انا اخدت منه طبق. قلبتهم كويس في بعض، وبعدين قسمتهم لجزئين. ده اول جزء كده اللي انا هحطه في الصينيه من تحت. يعني نص كيلو المكرونه حطيته على البشاميل اللي احنا عملناه، وبعد ما اخدنا منه طبق للوش.
وقلبتهم كده كويس في بعض. بعدين هقسمهم نصين، النصين يبقوا قد بعض بالظبط يا جماعه، ما ينفعش يبقى النص اللي تحت اكتر من اللي فوق او العكس. وبعدين اخدت اول جزء وحطيته في صينيه من تحت. بعد كده هحط عليه الشاورما اللي احنا عملناها. بصوا هو ده كده شكلها بعد ما استوت. وزعتها كده في الخطوه دي. ممكن تحطي فوق الشاورما دي، ممكن تحطي فوقيها كمان جبنه تركي مبشوره او جبنه موتزاريلا، بس انا نسيت احط، يعني انا كل مره بحط بس انا المره دي نسيت. بعدين جبت نص كميه المكرونه اللي باقيه وحطيتها على النص التاني. وبعدين ده كده البشاميل اللي احنا اخدناه هحطه على وش المكرونه. انا كنت بقول لكم ان النقطه دي من يعني نقطه صلصه كده جت طرطشت عليها من الشاورما اللي احنا عاملينها، عشان بس محدش يفكرها حاجه تانية يعني. بس كده. وحطيت البشاميل اللي فوق الوش. بعدين بقى احط جبنه التركي المبشوره. في ناس بتحط يعني بتعملها على كده وبتحطها بتدخلها الفرن، واول ما تحمر من تحت وتستوي بتطلعها تحط فوق الوش الجبنه، وبعد كده تدخلها تحت الشوايه. بس اختصارا للوقت واختصارا لكل الخطوات دي انا بحط الجبنه فوق الوش كده وبدخلها الفرن يكون سخن جدا، والجبنه بتسيح على طول. بعد كده بقى لو انت عايزه الوش يحمر زياده بتشغلي عليه الشوايه، لو مش عايزه خلاص. بس بدل ما نفضل يعني ندخل ونطلع في الصينيه كل شويه. بس ودخلتها الفرن على درجة حرارة عالية، وطبعا كان سخن. وبعد كده اديتها لون بس كده بسيط تحت الشواية. انا بخليها تحمر عن كده، بس انا كنت خلاص يعني المدفع كان ضرب وانا خلاص يا دوب طلعتها بس وقطعتها يعني. هي البشاميل المفروض تتقطع باردة عشان تطلع قطع زي ما هي، بس هو ما كانش فيه وقت، وبصراحة هي ما تتاكلش غير سخنة، فلازم تتقطع سخنة يعني. بس كده هو ده الفيديو بتاع النهاردة، وما تنسوش تعملوا لي لايك للفيديو، ولو ما اشتركتيش اشتركي. مع السلامة.